ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزه القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بص يا حبايبي، ان شاء الله كده هنسمي الله النهارده وهنعمل البيتي فور. تمام، تاني نوع من نواعم العيد. اوكي يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد ان شاء الله. طيب حبايبي، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل البيتي فور. عشان نعمل البيتي فور هنحتاج، انا هعمل من البيتي فور كيلو من الدقيق. تمام، حضرتك عايزه تضعفي المقدار ضعفيه. طيب عشان نعمل البيتي فور هنحتاج 800 جرام من الزبده. 800 جرام من الزبدة. تمام. هنكون حاطينها في التلاجة، وهنخرجها من التلاجة يعني قبلها بساعة كده، بنص ساعة، يعني عايزاها تبقى زبدة طرية. تمام. طيب على 800 جرام من الزبدة هنحط ايه؟ هنحط 250 سكر بودرة. 250 جرام سكر بودرة. تمام، يكون سكر ناعم خالص، بودرة ناعم خالص. تمام، وهنضربهم مع بعض عشان لغاية لما يبقى القوام بتاعنا كريمي خالص. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب وهنحتاج 3 بيضات، هننزل بيضة بيضة. تمام، هننزل بأول بيضة، هنضربها لغاية لما تختفي خالص، ننزل بالبيضة التانية، وهكذا لغاية لما نوصل ل3 بيضات. تمام، وطبعا ما ننساش الفانيليا. فانيليا سايلة ماشي، فانيليا بودرة زي اللي انا بحطها دي. تمام، ماشي. طيب ونزلت بكيلو من الدقيق. دي ده كيلو دقيق. تمام، كيلو من الدقيق. انا جايبها سايب. تمام. طبعا في المرحله دي هننزل بالدقيق، هنلم البيتي فور بتاعنا بصوابعنا يا حبايبي، مش هنعجن. تمام، عشان ما يعملش مطه في العجين، ونشغل ماده الجلوتين فيه. تمام. طيب احنا كده البيتي فور يا حبايب قلبي مش بياخد اي سوائل خالص. اهو شكل البيتي فور بتاعنا بعد ما لمينا الدقيق. بصوا، هو فيه تلزيقه بسيطه كده، ولكن هي العجينه بتاعتنا مظبوطه وزي الفل، مش بياخد اي نوع من السوائل خالص. ده شكل الدب او البلبله اللي انا اشتغلت بيها. تمام. عايز عندك كيس حلواني ماشي، عندك مكانة البيتي فور. تمام. جبت صينية او صاجات او صواني، شوفوا المتوفر عندكم. احسن حاجة في التسوية النواعم او في التسوية اللي هندخلها الفرن هي الحاجات الالومنيوم. تمام. انا الصينيه بتاعتي، جبت صينيه من الصواني اللي هي البسبوسه. ما دهنتش اي حاجه خالص. تمام، وشكلت بالشكل اللي يناسبكم واللي بتحبوه. تمام. ادي شكل البيتي فور بتاعنا قبل ما يدخل الفرن. البيتي فور بياخد 5 دقايق 10 دقايق بالكتير في الفرن، وبنطلعه. ما بياخدش وقت كتير في الفرن. وننتبه له. بتبقى درجة الحرارة بتاعته متوسطة، اللي هي عالية قوي اللي هي واطية قوي، وننتبه له. تمام. ما نسيبهوش ياخد تسوية كتير في الفرن عشان ما ينشفش مننا. تمام. ادي البيتي فور بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. برضو هنا عندك اختيارات، عايزة تلزقي يعني تلزقي كل اتنين مع بعض، او تجرنشي المربى ماشي. عندك بالشوكولاتة ماشي، انا هعمل هحشي بالشوكولاتة، هلزقهم بالشوكولاتة، مش هلزق بالمربى، يعني انا بحب الزقه بالشوكولاتة. وهنا عندي جوز هند، وعندي فرماسيلا، وعندي اللي هو الفرماسيلا ده اللي هو الصغير، اللي هو عامل زي الكريسبي الصغير. و وعندي فول جرشاه. تمام، يعني يا دوب مديله تخبيط كده. هنجيب شويه من الشوكولاته، ويعني يا ريت نخلي الاتنين البيتي فور اللي هنلزقهم مع بعض يبقوا بحجم واحد. تمام. واهو نزلت الشوكولاته كده بالورب، حطيتها في الطبق بتاعي، ونزلت بيها. شوفوا حابين تجرنشوا بايه بقى، فارماسيلا المتوفر عندكم. تمام. الشوكولاته دي يا حبايبي شوكولاته مطبخ، انا عاملاها حمام بخار. كسره الشوكولاته اللي هي قوالب الشوكولاته، وحط عليها معلقه من الزيت، وحطيتها حطيت تحتيها براد من الميه المغليه، حطيتها من فوق البراد بالطبق. تمام، ده حمام البخار بتاع الشوكولاته. يا رب اكون افدتكم، واهم حاجه ما تنسونوش في اللايك، وبالله عليكم لكل اللي شاف الفيديو ما ينسانيش في دعوه حلوه كده، ولكم بالمثل ان شاء الله. والكل مش مشترك في القناه، بالله عليكم يشترك في القناه، ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، والفيديوهات تعلى واكتر من عدد من الناس تشوفه. ويا رب تكونوا استفدتوا حتى ولو بمعلومه صغيره من الفيديو. اهو ادي شكل البيتي فور بعد ما
زينته وكده. انا زينت شويه حطيتهم كده، وبعد كده ايه كملت الباقي، يعني قفلت الكاميرا وكملت الباقي. تمام. اللي ما زينتهوش حطيته في علبه محكمه الغلق، وفي علبه بلاستيك كده بغطا محكمه الغلق، عشان النواعم يا حبايب قلبي بترطب، عشان ما يرطبش مني لازم نغطيه.